واش الاصدقاء، الفيديو ديال اليوم على ديك المافيا اللي اختطفات اكثر من 150 واحد في واحد الجزيره في تايلاند. غادي نشوفوا كيفاش طرا هذا البلان وكيفاش حتى شدوهم، وغادي نشوفوا بعض العائلات ديال الضحايا شنو تيقولوا في هذا البلان، وندوزوا لا فيديو. السلام عليكم خويا امين. كتسمعوا الصوت ديالو مزيان الاخوان؟ مزيان. المهم نعاود لك باختصار خويا امين، حيت الموضوع بصح راه كاين، وانهم واحد من دوك الدراري طرا ليهم هذا البلان هذا. وسمعتوا هذا الشيء حتى لهنا مزيان الصوت الاخوان؟ نكمل. واسمعوا الاخوان الله يجزيكم بخير. البلان ما فيها خويا امين هو اننا كنا جالسين في المغرب ما بينا ما علينا، طلع واحد لانونس في واحد الجروب، طلعت واحد لانونس ديال شي خدمه في تايلاند اننا غنخدمو، والشروط هما انك تكون كتعرف الانجليزيه شويه ديال الانفورماتيك، يعني ما تكونش بزاف كتعرف، المهم تكون غير كتعرف شويه في الانفورماتيك وصافي، والانجليزيه تاعي صافي. دوينا معاهم، من بعد هضرنا مع البوس ديالهم، وداك السيد اللي كان مغربي. وهذاك السيد اللي كان مغربي هو ذكر السميه، انا ما نقدرش نجبد السميه ديال واحد السيد. المهم احنا الهدف ديالنا هو نوصلوا القصه، ماشي كنشكوا في الاخ اللي صيفط لينا هذا الاوديو، ولكن اخلاقيا ما نقدرش نسمي شكون هذا السيد. دابا كاين شي سيد هو في شي جروب هو اللي حط لهم الخدمه في الانترنت. دابا الاوديو الاخر. المهم دوينا مع السيد الاول المغربي، دوينا معاه، من بعد دار لنا جروب كاملين ودخل دوك البوس ديال الشناوه اللي هما اصحاب لافير كامله، كنهضروا معاهم، عرفنا براسنا، قالوا لينا عرفوا براسكم، من بعد صيفطوا صوركم والباسبورات ديالكم والريلفيت بانكا ديالكم، صافي صيفطنا عليهم. في ظرف السيمانه وجدوا لينا، ظرف سيمانه هادشي، في سيمانه ما كاملاش السيمانه، وجدوا لينا لي بي ديالنا، وجدوا لينا ريزيرفاسيون ديال اللوطيل، وموجدين كلشي صافي. قالوا لنا خاصكم تطلعوا، يعني جمعوا حوايجكم وطلعوا لماليزيا، نوجدوا لكم الفيزا، من بعد غادوزوا للطيران. صافي تلاقينا في كازا، الدراري ماشي في مدينه واحده، يعني كل واحد فين. تلاقينا في كازا، انطلقنا المطار، من المطار الماليزيا وصلوا لماليزيا. وصلنا ماليزيا خويا امين. وصلنا ماليزيا، لقيت الدراري، انا الاخر فيهم، الدراري سبقوني مع وصلت انا ماليزيا، تلاقينا في واحد لوطيل، صيفطوا لنا واحد الشينوي، جا عندنا، جمعنا كاملين في داك اللوطيل، كاين قدام هذاك اللوطيل بالضبط، كاين قدام القنصليه ديال تايلاند، وصيفطوا لنا واحد الشينوي، جاب لنا شي اوراق فيك بيبرز ديال الفيزات، اللي عند دوك الوراق اللي غندفعو في الفيزا، فيهم تصاورنا وسمياتنا وكذا، ولكن مزورين باش الفيزا تقبل. صافي شديناهم، جينا دفعنا الفيزا، دخلنا عند القنصليه، هضرنا معاه، حطينا الوريقات، قالت لنا 4 ايام ما ترجعوا، 4 ايام ما ترجعوا الفيزات ديالكم. ملي رجعنا ملي مشينا ديك 4 ايام مريحين في ماليزيا، كندورو وكدا، جالسين في اللوطيل ديالهم اللي شادين لينا، بدينا كنقلبوا، وبدا كيدخل معنا الصايب، كنسولوا في الناس وكيقولوا لنا راه داكشي راه فيك وراه عصابات وردوا البال وكذا، وكنواد. هادشي اللي عتق هاد السيد، وشي قال لي شي صحابو شي نسبه، هادشي اللي عتقهم انهم سولوا. كيوجدوا دابا في هذه المرحله هذه، كيوجدوا الوراق ديال تايلاند، الفيزا ديال تايلاند، باش يمشيو لتايلاند وغيتعرضوا لهم في تايلاند. نكملوا. كان واحد الدري معنا سي امين، كان واحد الدري معنا من الدراري اللي مشينا، كان مصاحب مع واحده من الانجليز، هاد البنت الانجليزيه اللي حطت في عتقاتو. الموضوع وكدا، مشات كتقلب ولقات بلي راه داكشي بصح راه مافيات وكدا، كتصيفط لنا الاختيكل ديال واحد الفيديو ديال الدراري ديال فيتنام، تا هما الدراري اللي هما وصلوا هنا، كيمشيو لتما وكيتنصب عليهم وكدا. صافي ملي حنا شفنا داكشي دخلنا، درنا اتونسيون و رد لينا البال، بقينا مجموعين انا والدراري، كنشد لينا 2 شومبرات، ولينا كنتجمعوا في شومبر وحده وكنهضروا وكنتفقوا، اتفقنا كاملين، درنا كلمه واحده بلي ما غنمشيوش عندهم، وما قلناش ليهم، ما عيقناش. صافي حتى وصلت لينا، خرجت لينا الفيزا كاملين، وبغينا نتحركوا، وصلت لنا الطياره ديال الطيرون، مشينا للمطار على اساس حنا راه غاديين للطيرون باش ما يكونوا متابعيننا ولا شي حاجه. وصلنا للمطار، ملي وصلنا للمطار بقات لينا نص ساعه الطياره ديال الطيرون، قالوا لنا ديروا تصاور، صيفطوا لنا هكا، بدا راكم في المطار كنصيفطوا لهم التصاور،
جوج دراري منا عندهم الفلوس خطاو رجعوا للمغرب، خداو لهم عائلاتهم ورجعوا للمغرب. بقينا انا واحد الدرا صاحبي عندناش الفلوس وحنا بقينا في المطار كنتسناو. وصلت 4 السوايع، دازت 4 السوايع عرفونا بلي راه ما ركبناش في الطياره، حيتاش من ماليزيا لتايلاند كاينه ساعه. دازت 4 سوايع يعني عرفونا بلي راه طفينا عليهم تليفونات اولا، عرفونا بلي راه درنا كاينه شي حاجه تما. صافي ملي طفينا عليهم التليفونات ودازت 4 سوايع ما وصلناش. انا والدرا صاحبي باقيين في المطار عندنا الطياره مع 8 الصباح. بداو كيصيفطوا لنا ميساجات كيهددوا فينا وكيسبونا وكيقولوا لنا نشدوا. المهم هاد اللقطه ما نقدرش نكملها. المهم قالوا لهم غنشدوكم، غادي نتكرفصوا عليكم جنسيا. المهم هادشي اللقطه ما غاديش ندوزها. المهم هادشي هذا هو الاخر ديال الاوديو. نكملوا الاوديو. صافي حنا باقيين كنتسناو ديك 8 السوايع دوز لينا في داك المطار ومخلوعين ما فهمتي. يكون في داك المطار ديال ماليزيا اللي جا كيدخل ليه واحد المطار في شكل عامر بالشناوه، كنقول لك كل ساعه يدخلوا علينا والرعب اخويا امين. ما وصلش لينا ديك ما درنا داك التشيكين حتى غفر لنا الله الذنوب. صافي ملي وصلت لنا الطياره ركبنا لتركيا، وصلنا لتركيا ريحنا في تركيا خدموا شويه وكذا فهمتي. صافي وبداو كيصيفطوا لنا في ميساجات كيهددوا فينا وتابعينا بميساجات. طفينا تيليفوناتنا خدمنا في بي ان كذا اللي يكونوا تابعينا ولا شي حاجه. وصافي وحنا نسكتوا نلبدوا كنتسناو شي واحد يهضر باش نعاودوا ليه. هذه كانت قصه ديال واحد الدري اللي نجا من دوك الدراري كاملين. ودابا غنشوفوا اسره ديال واحد الدري من الدراري اللي مازال مشدودين، اللي وصلوهم ميساجات باش يعطوهم فلوس عاد يردوا لهم ولدهم. بالنسبه للاخ ديالي يوسف كما قلت لكم، يعني هو انسان مولوع بالسفر وعزيز عليه السياحه. يعني هو عزيز عليه يدور المغرب وفكر انه يخرج لخارج المغرب. يعني صافي مشى ديتو انا والوالده لتركيا، عفوا هذا المطار محمد الخامس، باش هو يمشي لتركيا يعني على اساس سياحه. من بعد تما فين تلاقى بواحد الانسان اللي كيسمي راسو حاج، هو اللي عمر ليه راسو، قال لي راه غادي نلقى لك دابا خدمه. شي سمسار كاين في المطار ديال تركيا هو اللي تيصطاد الضحايا ديال المغاربه اللي تيمشيو من هنا. حنا ما عرفناش بالضبط الموقع ديالو فين كاين. هو الاخ ديالي غير قال لي راه تلاقيت بواحد الحاج راه غادي راه داني اولا داه للنمسا دوز فيها شي مده يعني، ومن بعد من النمسا قال لي راه غادي نصيفطك لهذا لتايلاند على حساب شي خدماني تابعه ليه هو. طياره على حسابي، كلشي على حسابي، يعني تخلص انت فقط الفيزا والمصاريف الاخرى على حسابي. صافي هي هذيك الاخ ديالي بحكم انه يعني باقي طايش باقي مستهتر طاق فيه، مشى يعني دار الاسكال لدبي هو الاول، من بعد من دبي مشى لماليزيا. ماليزيا جلس فيها تقريبا شي سيمانه بما وجدت ليه الفيزا. صافي ملي وجدت ليه الفيزا مشى لهذا لتايلاند. هو فاش وصل لتايلاند بمجرد ما وصل للمطار تلقى واحد الانسان اللي كيتسنى به في المطار، شاد الصوره ديالو، شاد الاسم ديالو. هادو متسلسلين. بقى واحد شاد الاسم ديالو تيسنى في المطار. بحال داكشي ديال الافلام. احنا في الاول راه يعني جانا هادشي بحال شي فيلم. هو فيلم ولكن فيلم واقعي حقيقه يعني معاشه. صافي ملي يوصل المطار كيلقى داك السيد يعني عنده معلومات ديال الاخ ديالي، عنده الصوره ديالو. صافي كيمشي معاه، مشى معاه الاخ ديالي. هو في ديك الفتره فاش كان غادي مع السيد كان حس بشي حاجه ماشي هي هذيك. يعني كان تيتواصل معايا قال لي اختي راه ما بقيتش انا عارف راسي فين غادي. قال لك راه انا دابا ولا داخلني الشك. صافي بقيت معاه على الاتصال تواصل معاه. المهم 7 ديال الصباح ديالهم تما، ما عرفتش حنا بالضبط شحال الوقت ديالنا هنا. قال لك صافي راه وصلت دابا هذا اللوطيل، يعني بات في اللوطيل الغد ليه يعني. صافي صباح يعني من بعد ما ارتاح تيجي واحد الشيفور اخر من غير هذاك اللي حطو، انسان اخر. انسان اخر شنو هادشي حكاه لك يوسف انت؟ حكى لي هادشي في التليفون يعني صافي تيجي واحد اخر تيديه. صافي هو بقى يعني اللي حس بالخطر بقى حال لوكاليزاسيون في التليفون ديالو باش حتى منين عارف راسو الا غبر باش حنا نرجعوا للسناب شات وناخذوا اخر موقع كان فيه. وهذا الشيء اللي وقع فعلا. صافي وصل تما يعني كيلقى واحد المجموعه ديال الاشخاص مسلحين في واحد الواد. صافي كيقولوا ليه نزل انت راه صافي هبط لقاهم مسلحين. الله. فين غاديين بيا انت وليتي عبيد.
عبد. هما قالوا لي صافي راك أيه، وليتي عبد. انت وليتي عبد ديالنا. الحاج اللي تواصلتي معاه، ربي يخصك. نعم. الحاج اللي تواصلتي معاه راه باعك لينا. هذه هي الكلمه اللي قالوا ليه. الاخ ديالي ملي سمع هذيك القضيه ديال راك تباعتي والحاج اللي صيفطك عندنا، قال لهم انا راه غير سائح، راه غنكون تغلط لكم مع شي حد، ولا انا راه غير سائح، الوثائق ديالي الفيزا فيها 3 شهور، انا راه ماشي يعني مهاجر غير شرعي ولا شي حاجه، انا راه جاي غير سياحه. ملي سمعوا هما ديك الهضره ديال سائح، صافي قالوا لي ما غاديش نكثروا معاك الهضره، غنعطيوك التليفون تواصل مع العائله ديالك على اساس فديه 10 المليون باش مقابل يطلقوه، لان ربما بالخطا شافته العصابه او لا. ما خدامش لينا. انت مادام ماشي الخدمه على جاي، انت ما خدامش لينا، غادي تعطي 10 المليون غادي تدخل. حنا فاش تواصل معنا ما نكذبش عليك، يعني كان واحد الشك، مش كاينه عصابه. هذا الشيء كاع التمثيلات اي واحد كتعطيه الموضوع تيشك. كيفاش عصابه غادي ممكن انها تعطي الهاتف لشي واحد باش يتواصل مع الارقام مسحوهم ليه، والرقم خداه فقط من الاي كلود. يمكن منين جبد الرقم ديالي، اما راه مسحوا لي كلشي. تواصل معايا وعطاني واحد الشخص تما تيقولوا ليه اليماني، هو من اليمن، وتواصل معايا. قلت لي الله يجازيك بخير، هادشي اللي تيقول الاخ ديالي واش فري كاين؟ قال لي بطبيعه الحال راه انا محتجز بحالي بحال الاخ ديالك. اليمني براسو راه محتجز. اي محتجز تقريبا شي عام يمكن على ما اظن. قال لي راه انا هنا عام، خليت العائله ديالي، خليت وليداتي، ما جيت انا هنا على اساس العمل، وجيت على اساس مهندس معماري ولا ما نعرف، المهم شي حاجه بحال هكا. فاذا بك لقى عصابه، هو كيتقن اللغه الشينويه، داكشي علاش ما بغاوش يطلقوه. قال لك انا وصلت معاهم يعني واحد العدد ديال الفلوس باش نمشي بحالي، ما بغاوش يطلقوني، خدام ليهم. صافي ملي شحال من واحد دابا محتاج العيوز بالنسبه فاش اي ملي هضرت مع الاخ ديالي ويعني وشرح لي، راه تقريبا قال لي 158 مغربي اللي محتاجه في ديك البلاصه. 158 مغربي اللي محتاج مغربي بالضبط. البلاصه البارك فاش كاين الاخ ديالي هما 19 واحد بالاخ ديالي، وكاينين باركات 35 بارك، كل بلاصه فيها واحد العدد. اي كل بلاصه فيها واحد العدد ديال المغاربه، وكاينين من جنسيات مختلفه. يوسف كتبت تدوينه عبر الرابط ديالو في الانستغرام. يوسف غامر، وخدا الانستغرام ديالو، واخا هو تحت التهديد تعطاه التليفون فقط باش يتواصل على اساس انه غيتواصل معنا على الفديه، على الفلوس باش تصيفط. باش نصيفطوا الفديه. هز التليفون، لاح واحد التدوينه في الانستغرام ديالو، اللي يعني ملي كتدخل ديك التدوينه كتلقى واحد الكميه ديال الاستهزاء، واحد الكميه ديال السخريه، ما حتى واحد ما بغى يتيقو. يعني انت كيفاش انت في يدين عصابه وعاطينك تليفون، عطاوك تليفون هضر مع البوليس، عطاوك يعني كلشي كيستهزئ منه. الشيء اللي خلاه فاش تعطاتو فرصه اخرى يدير فيديو تيهضر فيه وتيقول انا راه ماشي انسان غبي باش ندير بلاغ كاذب ونعرض راسي ونعرض العائله ديالي للشهره. هذا الشيء راه ما عنده لا علاقه لا بالبوز لا بالشهره لا بتا حاجه. انا انسان محتجز بحالي بحال 158 مغربي، بحالي بحال الالاف من الجنسيات الاخرى، فقط انا عندي جرأه. تيقول يا ربحه يا ذبحه، عندي جرأه، بغيت نوصل الصوت ديالي. هو قال لي كان بامكاني انني ندير كما دار العداد من هذوك، نصيفط. قال لك ماشي قضيه الفديه، قال لك ملي تيحصل شي واحد فيهم باش يخرج تيضطر انه يصيفط واحد 5 ولا 6 ولا 10 ديال صحابو هنا في المغرب بان راه عايش بخير، راه ما خصو هما يشدوا عليهم عاود الفديه. هادشي كاين تما، كاين يعني الطريقه هذه خدامين بها الضحايا اللي ما لقاوش حل، وهما فقط غير كيزيدوا في ضحايا اخرين. اما العصابه ما تطلقش لهم، هما ملي تيستقطبوا واحد 5 ولا 6 العصابه راك خدام ليها، ما يمكنش يطلقوك، راك خدام. اذا يوسف خيروه ما بين انه حيت قال لكم صيفطوا 10 مليون او لا يطلع يستقطب الاعداد وكما اي واحد يوهموا باش يديروا لهم باش يستقطبوا. هما دابا غير تدخل في الخط مع اي انسان باغي تستقطبو تما تتهضر معاه انت، من بعد هما تيتكلفوا تعطي الاسماء ديال توهموا انت راه بالطوموبيل والفيلا وكل شيء صافي، من بعد هما تيتكلفوا اي بالترونسبور كل شيء، هما غيقطعوا الطياره وهما غيتكلفوا ليه بكل شيء. البلان راه كاع ما ساهل الخوت، كيف ما كشفتوا كيخلصوا عليك الطياره، كيخلصوا عليك لوطيل، كيخلصوا عليك كل شيء. ردوا البال الخوت، هادشي راه كنا كنشوفوا غير في افلام،
بنادم اللي ما كتعرفوش كاع ما تثيق فيه.